الإنجليزي والمنتخب الكوستاريكي. توماس توخيل بعد العديد من الانتقادات وبعد الكثير من الغرابة التي انتشرت في مختلف صحف انجلترا بالإشارة إلى خيارات المدرب توماس توخيل وعدم استدعاء بالمر وكذلك فودن بالإضافة لأسماء عديدة منها هاري ماغواير، بهذا الجيل وبهذه الأسماء وبهذه العناصر التي منها الكثير يلعب مع بعض لأول مرة رفقة منتخب الأسود الثلاثة. الجماهير الإنجليزية تريد أن تقفل ملف خيارات المدرب توماس توخيل وتريد أن تساند المنتخب الإنجليزي في البطولة القادمة في الموعد الكبير من أجل إلى مادويكي من جديد لمنتخب إنجلترا. تمريرة باتجاه إليوت أندرسون يلعب لك كرة باتجاه جود بيلينغهام في لمسة، تمريرة حاضرة لمنتخب إنجلترا في وسط الميدان. إليوت أندرسون يلعب كرة في وسط الملعب، اللمسة من الطرف الأيسر لمنتخب إنجلترا، محاولة رايلي عودة إلى الخلف عن طريق أندرسون، عندك كرة في وسط الميدان، تمريرة إلى الطرف الأيسر، أنتوني جوردون في لمسة، جوردون في تمريرة، تفويت وانطلاقة، محاولة إنجليزية، هوبا تصويب على الهدف الأول يضيع. الهدف الأول كان قريب، بيلينغهام في التسديد لكن الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. لاعب الميرينج ريال مدريد هنا لف ودار، سدد كرة يمينية اصطدمت في المدافع الكوستاريكي وتحولت للركنية. بيلينغهام تنفيذ الركلات الركنية رفقة الجانرز نادي أرسنال. مادويكي هنا يريد أن يجرب ما طبق هناك مع أرسنال، عرضية لكن تغطية دفاعية هذا الإنجليزي. كرة منقولة في الطرف الأيسر، تمريرة عن طريق جوردون، اللمسة الأولى بالكعب ممتازة، جوردون راح، جوردون تقدم، لمسة ممتازة، فرصة تأتي ولكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى من الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة تارها، تغذي ذلك الحلم الذي انتظره الانجليز كثيرا. جوردون في لمسه، تمريره من اورايلي، بعد ذلك عرضيه لن تاتي، فرصه انجليزيه ما زالت. ريس جيمس عندك كره، النقله الى ديكلان رايس والعرضيه ترسل. مادويكي ممتاز في الاستلام في التحضير، مادويكي في كره زائده، مادويكي في استعاده كره، عوده عن طريق جود بيلينغهام الى إليوت أندرسون والعرضيه ترسل. هاري كين هنا يسقط، يطالب بوجود ركله جزاء ما كانت موجوده بإشارة ممتاز من بيلينغهام. تمريرة من ديكلان رايس وصلت إلى أنتوني، جوردون يتقدم يراوغ يحاول، جوردون راح، جوردون توغل، جوردون عرض فرصة الهدف الأول. نعم ديكلان رايس هو من ضرب المدفع اللندني، هو من يتقدم للإنجليز. ديكلان رايس بأول أهداف في المباراة، ممتازة من أنتوني، الانطلاقة من جوردون، الصناعة من أنتوني، ديكلان رايس بالتسديد وهدف إنجليزي لا يتأخر. وفرحة أولى من جانب توماس توخيل فيها الكثير من الارتياح على هذا الأداء. هذا وأنتوني جوردون وكأنه يقول لمن شاهدتم ملخص مباراة نيوزيلندا لا تحكموا علي بذاك الملخص فلدي الكثير لأفعله. جوردون إلى ديكلان رايس بالتسديد وهدف أول لمصلحة المنتخب الإنجليزي. إنجلترا هدف، كوستاريكا لا شيء. هكذا أصبح جوردون أولا في بطولة كأس العالم وما بعد كأس العالم رفقة برشلونة، بينما لاعب الجانرز مادويكي راح، مادويكي تقدم، مادويكي هنا يسقط، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. تتحول الكرة مرة أخرى من الطرف الأيمن إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب كوستاريكا في هذه اللين، إن كان في قطر وإن كان في روسيا. كرة تصل عن طريق أنتوني، جوردون عنده كرة من الطرف الأيسر ممتازة إلى أورايلي، أورايلي إلى جوردون، أنتوني راح، أنتوني ما زال، عرضية تأتي وفرصة خطيرة هنا لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. أداء أنتوني جوردون هو الثاني قائد في منتخب إنجلترا. كرة من ركلة ركنية، عرضية داخل منطقة الجزاء باتجاه هاري بالراس، ممتازة. والثاني الهدف الثاني كان قريب، الهدف الثاني كان قريبا في اللقطة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى لمنتخب كوستاريكا، سقوط خطأ. كرة من ركلة ثابتة ستنفذ للمنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات. ديكلان رايس على تنفيذ الركلة الثابتة بحثا عن ثاني الأهداف. ديكلان والعرضية داخلة، بعد ذلك تصدي من حارس
جوردون اللي تألق في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي رفقة فريق نيوكاسل. ركنية وخطأ موجود، راسية تأتي والثاني كان قريب. هاري كين كاد أن يسجل هدف رقم 80 في لقطة في كرة راسية، لكن حارس المرمى تصدى للكرة الماضية الحارس سكير يرسل كرة طويلة باتجاه مادويكي بشكل ممتاز. مادويكي في الاستلام، مادويكي يحاول فيها 1 ضد 1. مادويكي عنده كرة مازال، مادويكي عودة إلى إليوت. أندرسون ممتاز اللمسة، منقولة من ريس جيمس. إليوت أندرسون عرضية على الأروع، لكن التغطية موجودة والتصويبة مادويكي، لكن حارس المرمى يتصدى. خطيرة كانت الكرة الماضية. سكيرا من جديد يتألق ويوقف مرمى كوستاريكا من هدف ثاني. المدافع في اليمين 7 محاولات لمنتخب انجلترا ولا محاولة لمنتخب كوستاريكا. بيكفورد هنا خاطئ الكرة والفرصة لكوستاريكا، المحاولة من أجل التعديل والتسديدة هنا كادت أن تأتي. أوه يا بيكفورد، لا تفعل مثل هذه اللقطات أمام مودريتش ورفقاء بازاليتش وبقية الإتش، لأنك ستدفع الثمن غاليا يا بيكفورد في المباراة القادمة أمام منتخب. تحول الخطورة لمنتخب انجلترا. خروج من سكيرا من هذه الوضعية، لمسة بالكعب من بيلينغهام يضغط يسقط لاعب. لدينا أيضا المتألق مورغان روجرز، ومن أستون فيلا أيضا لدينا واتكنز. كرة منقولة وصلت لجوردون، جوردون يحاول، جوردون يسقط، وجوردون هنا يتحصل على خطأ للمنتخب الإنجليزي في اللقطة الماضية. خطأ على ميتشل. هذه الكرة الطولية ديكلان رايس أو ريس جيمس لاعب تشيلسي ولاعب أرسنال من ركلة ثابتة. كرة ستنفذ، الركلة ثابتة ستنفذ في هذه الأثناء. ديكلان رايس على تنفيذ رايس والتصويب، لكن بعيدة كانت الكرة الماضية. طبعا في مدرجات تشاهد الكثير من قمصان أرسنال، جماهير أرسنال ما زالت تحتفل بالدوري الإنجليزي الممتاز. توماس توخيل وخسارتان، خسارة في ودية أمام السنغال وخسارة في ودية أمام اليابان. مادويكي راح، مادويكي تقدم، مادويكي لا 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 يا مادويكي، يا مادويكي يا مادويكي يا مادويكي، ماذا فعلت يا مادويكي؟ لا أنت ولا أنا ولا جماهير إنجلترا تصدق أنك قمت بالصعب، لكنك أهدرت السهل بغرابة. مادويكي مر ببراعة، مادويكي أراد. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الميدان. طبعا العودة بعد دقيقة. كثير من الأمور التي سنشاهدها، القرارات الجديدة والقوانين الجديدة فيما يتعلق بمحاربة إضاعة الوقت. نعم، بهذا التعبير، الحرب ضد إضاعة الوقت. كرة منقولة، هاري كين يتلاعب من على مشارف منطقة العمليات. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمنتخب إنجلترا. بتصل هذه الكرة من جديد للمنتخب الكوستاريكي. سقوط خطأ، الخطأ لم يكن موجود. الصافرة ترددت الأمريكية بينما جود لا يتردد. جود يمرر كرة إلى مادويكي عنده كرة في وسط الملعب، منقولة كرة باتجاه جود. بيلينغهام في تمرير، بعد ذلك هاري وصلت إلى ديكلان رايس من هذا المكان. بيلينغهام والعرضية، لكن وين بعيدة كرة بيلينغهام تحولت إلى خارج الملعب، إلى نقلة في الطرف الأيمن. مادويكي عنده كرة، مادويكي ما زال، مادويكي مر، مادويكي توغل، مادويكي يخسر هذه الكرة، تتحول إلى خارج الملعب إلى كونسا. ستونز اليمين، الكرة في وسط الملعب لمنتخب انجلترا. اورايلي يمرر كرة إلى جوردون، تفويت باتجاه ديكلان. ذكية كانت الكرة الماضية، بينما هنا خطأ. رفع القدم من كارلوس مورا ليتحصل على بطاقة صفراء.
الكل يتهيأ مع العدد القياسي للمنتخبات. كرة منقولة باتجاه جوردون. كنترول مكة. جون مدافع انجلترا الى المهاجم الكلاسيكي، الى المهاجم التاريخي، الى الهداف الرائع. الله الله الله، جميلة كانت. وهناك ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء لمنتخب انجلترا، لكن دعونا من ركلة الجزاء، دعونا مما شاهدناه بعد التمريرة هذه في وقت الحديث عن أهداف، وكأنه أراد أن يقوق نية الفيديو. حتى المباريات الودية أصبح فيها الفار موجود. الآن العودة لمتابعة اللقطة، وإن كان جوردون يستحق ركلة جزاء في هذه اللقطة. هل أسقطه جونسون أم أنه سقط لوحده؟ السيدة كاروليفا هي من ستقرر إن كان جوردون يستحق فعليا ركلة جزاء أم لا. نتابع نرى، سنسمع فيما بعد إن كان أنتوني جوردون يستحق ركلة جزاء في اللقطة الماضية. هذه اللقطة، هذه الصورة، والقرار الآن سيأتي من السيدة كاروليفا. تلغي، نعم تلغي القرار، تلغي القرار. لا وجود لركلة جزاء في اللقطة الماضية، لا وجود لركلة جزاء لأنتوني جوردون في اللقطة الماضية، وبالتالي عملية الإسقاط سيستأنف من خلالها اللعب. لا ركلة جزاء، البطولة وقتها. شوط ثاني الآن ينطلق. هناك تبديلات في تشكيلة كوستاريكا. منتخب انجلترا يبحث عن هدف ثاني في قادم الدقائق، في قادم اللحظات. هنا خط المنتخب الانجليزي. مادويكي في الاستلام. ماذا ستفعل يا مادويكي؟ ماذا ستفعل يا مادويكي؟ مادويكي يتقدم، مادويكي يتوغل، مادويكي ما زال يمرر كرة أندرسون. تمريرة، لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. كرة تتحول بعد ذلك في الطرف الأيمن، لكن خطأ لمنتخب كوستاريكا على إليوت أندرسون. إليوت أندرسون، وخطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. هل نشاهد مورغان روجرز؟ سنشاهد ربما ماركوس. كرة في وسط الملعب. هاري كين، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التمريرة. مادويكي تقدم، مادويكي ما زال، مادويكي يا ولد، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا مادويكي. نعم يا مادويكي، مثل هذه الكرات هي التي تثبت فيها اسمك، مثل هذه الكرات هي التي تثبت فيها مكانك، مثل هذه الكرات. التمركز إن لم يكن الإنهاء على قدر كل ما سبق. لدينا فرصة لكوستاريكا، محاولة، لكن ديكلان رايس هو القيمة الثابتة إن كان في أرسنال وإن كان في منتخب إنجلترا. اللاعب اللي يعيش أفضل. هاري كين الآن. جوردون، كرة منقولة، تمريرة بشكل جميل. بعد ذلك مادويكي في التحضير. جود يا جود. بيلينغهام في تمريرة ممتازة إلى ريس جيمس. عنده كرة، بيلينغهام ما زال، والعرضية الآن تأتي. أورايلي يحاول. عنده كرة في وسط الملعب للمنتخب الإنجليزي. الكرة ما زالت. ستونز إلى ديكلان رايس، ما زال رايس إلى أورايلي، أورايلي إلى جوردون. جوردون في كرة لكنها تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لمنتخب انجلترا. الان رايس على التنفيذ في عرضيه. الكره في القائم لبعيد، ممتازه. اورايلي، اورايلي، هذه لك، هذه كان بالامكان ان تسددها. الكره تتحول انجليزيه من ديكلان. يا سلام يا سلام، لمسه واخرى. هذه خامسه. الكره من مادويكي، عرضيه ترسل، راسيه اليمين. الكره بعيده الى خارج الملعب. ركله مرمى لأنها أصبحت مهنة. كرة منقولة طويلة، بتعود الكرة من جديد، منقولة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تعود على السهر، لكن السهر الجميل، سهر المباريات في بطولة كاتشيزي. عنده كرة، تمريرة ممتازة إلى جود. بيلينغهام، لمسة إلى أورايلي، عرضية إنجليزية، لكن تغطية من مدافع إليوت
إليوت إلى إيزي في لمسة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك عن طريق جوردون يحاول في اليسار 1 ضد 1 يتقدم الثاني، لكن جوردون راح، جوردون مرر كرة إلى إيزي، لمسة إلى الخلف بتعود الكرة إليوت في لمسة اليمين، الكرة بتعود إيزي من جديد يمرر كرة إلى أورايلي إلى جود بيلينغهام الله 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 ياهي كرة أو ياهي لمحة أو ياهي فنيات أو ياهو بيلينغهام في اللقطة الماضية. يا عيني يا بيلينغهام من 1 من 2 من 3 إبيريتشيزي والتسديد، الكرة إلى ركلة جزاء. ماذا؟ الكرة إلى أصبح جوهرة إنجليزية منتظرة هناك في ملعب كامب نو بدءا من الموسم القادم. جوردون يا أنتوني، جوردون أمام أبراهام، جوردون أنتوني من أجل هدف ثاني، جوردون ولا أروع، لا تصد لا ترد كرة أنتوني جوردون من صنع الأول تكفل بثاني أهداف الإنجليز. جوردون والهدف الثاني لإنجلترا، هدف ثاني لإنجلترا لا شيء لمنتخب كوستاريكا. جوهرة إنجلترا القادمة للكامب نو في المستقبل هو من يسجل ثاني أهداف منتخب إنجلترا من علامة الجزاء. البداية في قصة والقصة فيها لمسة، واللمسة كانت باليد، والقرار هنا أتى والتنفيذ باليمنى، والتسديدة قوية لا تصد لا ترد في شباك أبراهام. إنجلترا هدفان، منتخب كوستاريكا لا شيء. أنتوني جوردون ديلا كرة منقولة عن طريق ماركوس راشفورد، عندك كرة ما زال راشفورد يتقدم في الطرف الأيسر، ماركوس راشفورد أخبار أن برشلونة على دامبان أطول من في الملعب من كرة ثابتة عرضية ترسل بالراس، هنا تأتي لكنها إلى خارج الملعب تتحول إلى نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. يزريك الله، لا يا مورغان يا روجرز، كان عليك أن تحترم التمريرة من إبيريتشيزي، كان عليك احتلال. والثلاث أهداف في الدوري الأوروبي كرة منقولة لمنتخب كوستاريكا من أجل هدف تقليص، لكن هناك خطأ لإبيريتشيزي في اللقطة الماضية. ملعوبة كرة طويلة بشكل ممتاز، مورغان في الاستلام، التحضير بشكل جميل، مورغان روجرز عنده كرة وصلت إبيريتشيزي والتسديدة كان بالإمكان أن يمرر لبوكايو ساكا، فضل أن يسرب. ملعوبة كرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك عرضية ترسل، لكن هناك خطأ كان موجود لمصلحة منتخب كوستاريكا. فقط 3 تبديلات أجراها المدرب باتيسا مدرب منتخب كوستاريكا. عرضية الآن ترسل، تغطية موجودة، إبيريتشيزي يا سلام رائع إبيريتشيزي. بوكايو ساكا، كنترول من بوكايو بشكل جميل، ساكا يتقدم، ساكا مرر والفرصة ما زالت لإنجلترا لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. البحث عن ثالث الأهداف، ساكا والعرضية ومن ثم الراسية من الدفاع الكوستاريكي. الكرة تتحول، إبيريتشيزي راشفورد، كرة عالية، مورغان روجرز عنده كرة تمريرة بشكل جميل، راحت إلى بوكايو ساكا في كرة ما زال بوكايو والعرضية، لكن اليوم ساكا في التمرير، ماينو في التحضير، الكرة من إبيريتشيزي يا عيني، السلام يا عيني على كرة إنجليزية ما زالت عرضية لكنها طالت. دابرن يحاول فيها، بتعود المنتخب الإنجليزي. ماركوس راشفورد، هنا لمسة، هنا بالكعب، هنا الروعة، هنا ماركوس، هنا راشفورد، هنا الثالث كان قريب لكن ابعاد او تشتيت من مدافع منتخب كوستاريكا. تماس منقولة كرة، مورغان
روجرز والتصويبة والثالث مع ماتب. هدف ثالث مع ماتب. واتكنز هو من سجل الثالث هدف في الإنجليز. واتكنز هو من تابع في اللقطة الماضية. واتكنز هو من ختم الأمر في كرة بزاوية دولية. إنجلترا 3 كوستاريكا لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة هنا في أورلاندو. هدف ثالث من توقيع أستون فيلا. هدف ثالث من توقيع الفيلانز هنا في مدينة أورلاندو لمنتخب الأسود الثلاثة، من مورغان روجرز إلى أولي واتكنز. التسديد من لاعب أستون فيلا، المتابعة من لاعب أستون فيلا، وهدف ملكي لمنتخب إنجلترا هو الثالث في هذا اللقاء.